السلام عليكم البنات. أنا نسرين وغادي نحكي لكم اليوم واحد القصة اللي وقعت ليا وما عمري نسيتها، حيت كانت تجربة قاسية بزاف وعلمتني بزاف ديال الحوايج. نهار من نهارات كنت مريضة شوية، عندي وجع في كرشي، ما كناكلش مزيان وكنفيق في الليل من الألم. صاحبتي سارة قالت ليا: نسرين، علاش ما تمشيش عند الطبيب الفلاني؟ راح كيعرف الخدمة ديالو وناس بزاف كيمشيو عنده. قلت مع راسي ما نخسر والو، نجرب. في الغد لبست وخرجت. مني وصلت عند العيادة لقيت الناس عامرين في الانتظار، كل واحد ماسك الورقة ديالو. سجلت سميتي عند السكرتيرة وبقيت كنتسنى دوري. صراحة كنت شوية خايفة، ولكن قلت ما غاديش نبين. من بعد شوية نادت عليا السكرتيرة وقالت: تفضلي نسرين، الطبيب كيتسناك. دخلت وانا متوترة، ولكن كان ضعيف قلبي. يا ربي دير لي تاويل الخير. الطبيب كان لابس بلانش وباسط وجهه بالابتسامة. قال لي: مرحبا نسرين، شنو المشكل؟ قلت ليه: دكتور، عندي وجع في بطني كيألم بزاف، خصوصا في الليل. بدا يسولني شوية أسئلة وكتب شي ملاحظات في الكناش، ومن بعد قال لي: خاصنا نديرو فحص باش نعرفو المشكل بالضبط. تفضلي معايا الغرفة اللي الجنب. مشيت معاه وأنا نقول: ما فيها والو، راه غير فحص عادي. دخلنا الغرفة، كان ضواها قوي، فيها سرير ديال الفحص وبعض الأدوات الطبية. قال لي: تقدري تنعسي على السرير باش نفحصك، ما تخافيش. قلت في خاطري: ما غاديش نخاف، راه طبيب. ولكن منين بدا يقرب مني حسيت بشي حاجة ما مريحتنيش. الطريقة كيفاش كيشوف، كيفاش كيهضر، ما بقاتش بحال الطبيب مع المريضة، لا، كان نظرات غريبة وكلامه تبدل. قال لي بصوت طايح: ما تخافيش نسرين، غير بغيت نطمئن عليك مزيان. قلبي بدا يدق والعرق بدا يخرج مني، حسيت بالجو ثقيل بزاف في الغرفة. قلت ليه وانا متردة: دكتور، واش ممكن الممرضة تكون حاضرة؟ ما مرتاحاش بوحدي. شاف فيا وقال بالنبرة ما عجباتنيش: ما كاين داعي، غير انا نعرف خدمتي وبقى هانية. هنا تأكدت أن الأمور ماشي عادية. وقفت بسرعة ولبست جاكيتي وقلت له: سمح لي يا دكتور، ما غاديش نكمل، ما مرتاحاش نهائيا. بقى ساكت وكيشوف فيا، ومن بعد قال: لا انتي فهمتيني غلط، أنا غير كنت كنحاول نعاونك. قلت ليه وأنا خارجة: الناس كيعطيوكم الثقة باش تعالجوهم، ماشي باش تحرجوهم. خرجت من العيادة وأنا كنبكي ما بين الخوف والحقرة، ولكن في وسط داك الألم حسيت براسي قوية حيت ما سكتش. قلت في خاطري: يمكن كنت ضعيفة في الجسد، ولكن الحمد لله ما خليتوش يطيح من كرامتي. رجعت للدار وأنا مقلوبة، سكت ما حكيت لتا واحد، ولكن في قلبي قلت لازم نحكي باش البنات يعرفوا أن ماشي كل طبيب ملاك. من داك النهار تعلمت واحد الدرس كبير: اللي ما كتحسيش معاه بالراحة سيري منه، حتى لو كان دكتور أو مدير أو أي واحد. ومن بعد وليت كنقول لكل بنت: كوني قوية، ما تسكتيش، ما تخافيش، راه كرامتك هي حياتك.